أيها المسلم، أيها الملتزم، يا فتى الصحوة، ليس الإيمان بالمظاهر والأشكال فقط، ولا بالأقوال والأماني فقط، فلا يكفي تقصير الثياب وتطويل اللحى، ولا يكفي الالتحاق بحلق تحفيظ القرآن والأنشطة الصيفية، ولا يكفي مجرد الذهاب والإياب والجلسات والرحلات مع الصالحين، ولا يكفي مجرد النية الصالحة وحب الخير فقط، فكل هذه من مظاهر الإيمان وهي مطلوبة ومما يعين على ثبات الإيمان. لكن الإيمان والالتزام الحقيقي أقوال وأعمال وصدق مع الله وحسن صلة وظن بالله وخوف ومراقبة لله وحسن معاملة وأخلاق. فهل ذقت حلاوة الإيمان بحق؟ وهل شعرت بطعم الإيمان بصدق؟ إنه الكنز المفقود حتى في حياة بعض الصالحين اليوم. أخواتي وإخوة الإيمان، أخشى والله أن نخرج من الدنيا وما عرفنا حقيقة الإيمان ولا ذقنا طعم الاستقامة والالتزام، وأخشى والله أن يكون حظنا من صلاحنا ثناء الناس وحسن ظنهم بنا فقط. والله وحده أعلم بالسرائر وما تكنه القلوب. نسأل الله أن يغفر لنا ولكم جميعا ما لا نعلم.